السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال عجبني من الإخوة الأشقاء في ليبيا على الكسور العشرية. بيقول لي لو عندي مسطرة مدرجة من 1 ل4 وبيقول لي ارجع للخلف من عند ال4 3/10، يعني ارجع 3/10 من عند ال4. ارجع مديني كم مطلوب؟ 3 خطوات، يعني عايز ارجع 3 خطوات. لو انا عايز اعلم الولد والله هعمل 1 2 3 وبعدين تاني 1 2 3 وبعدين 1 2 3، ابص الاقيه وقفت عند الثلاثه. الحل هيبقى عباره عن 3 و1/10. 3 و1/10. طيب لو انا عايز احلها له، ما قول له هنضرب الثلاثه يا ولد في 3/10، هيطلع لك 9/10. 9/10 اطرحها من الاربعه هيطلع 3 و1/10. طب بيقول لي لو رجعت 5 خطوات، تعال نرجع 5 خطوات كده، دول كام 3؟ ارجع 5 خطوات، ادي كمان خطوه لعند هنا وكمان خطوه لعند هنا، 1 2 3، عد كده بعد الاثنين 1 2 3 4 5. يبقى معنى كده هتقف الحل هيبقى عباره عن 2.5. طب لو عايز احلها، قول للولد والله هنضرب ال3/10 في ال5 خطوات، هيقول لك تطلع 1 و5/10. اطرحها من 4 تطلع 2 و4/10. كان في حل ثالث بيقول لي 9 خطوات. طب 9 خطوات ارجع 9 خطوات للخلف، فانت الكل اللي فيها برضه هتقول له 3/10 لو ضربناها في التسعه هتطلع عباره عن 2 و7/10. 2 و7/10. اطرحها من 4. لو طرحناها من 4 قول له كده 4 اطرح منها 2 و7/10، قول له ان هو هتطلع كام؟ هيبقى هنا في 3/10 وهيبقى هنا 1. يبقى الحل هيبقى عند ال1 وال3/10، هيبقى في المكان كده بالظبط. وكانت في واحده كمان اخيره، كان بيقول لو رجعت 12 خطوه. 12 خطوه، طب وايه يعني 12 خطوه؟ هتقول له 12 هنضربها في 3/10، هتطلع ال 3 في 12 36، يعني 3 و6/10. لو طرحناها من الاربعه هتطلع 4/10. يبقى الحل هيبقى 4/10. مساله عجبتني جدا من احد الاشقاء في ليبيا، اشكره جدا على المعلومه الحلوه دي. ودي بالظبط للسنه رابعه لسنه 5 اللي هي الكسور العشريه. واشوفكم في فيديو اخر.